اولا يعني ايه اللي حصل وانت كنت فين تحديدا وقت حدوث هذا الانفجار؟ وصف لنا المشهد عندك. هو اول حاجه بس انا عايز ان انا انعي اخواننا الاقباط على اللي حصل، لان اللي حصل مأساوي جدا، واحنا كمسلمين حزينين جدا جدا باللي حصل، لان الشارع كان ينعم بالهدوء وكان ينعم بالاستقرار، وكنا في غايه السعاده بالاحتفالات بتاعت راس السنه الجديده كمسلمين وكاقباط. فجاه انا سمعت صوت البيت، انا في الدور ال15 سمعت صوت البيت بيتهز، والازاز عندنا تقريبا حصل له شروخ من شده الانفجار اللي حصل. وطبعا كان واضح جدا انه موضوع كبير قوي. طلعنا طبعا لقينا الاحداث صعبه، والناس مقتوله والدم على الارض وعربيات الاسعاف. طبعا الاخوه المسيحيين يعني قاموا بثوره وكسروا عربيات وحرقوا حاجات، طبعا هم معذورين في الكلام ده كله، بس الموضوع صعب جدا جدا واحنا حزينين جدا. انا بتصل بس عشان اقول لحضرتك انا حزين، انا اخشى ان يكون طفل مات في الموضوع ده، او اب وراه اطفال، او ام سابت اطفالها. احنا عايشين في سلام جدا، مش عارف الناس عايزه ايه منا. يعني انا حزين جدا على كده، وانا بجد بنعيهم وانا عاذرهم على اللي عملوه حقيقه، رغم ان اللي عملوه قاسي جدا طبعا، بس طبعا يعني معذورين، وناس بيحتفلوا بيتقتلوا. طبعا مصاب جلل للجميع، طبعا مش طبعا بس انا المسيحيين، حزين للمصريين جميعا. مصر النهارده حزينه. الشارع كان بيحتفل الحقيقه، الشارع كان هادي جدا، وكانت مناظر الاحتفال جميله، ما كانش معروف مين مسيحي مين مسلم، كلنا بنحتفل ومبسوطين. احنا بنشوف معاك دلوقتي المشاهد دي كانت حدثت اثناء الانفجار، يعني وقت وقوع الانفجار. انا حاليا انا قدام بالظبط الكنيسه ومدخل المستشفى، تمام. طبعا الامن المركزي محاوط المكان، الاخوه الاقباط طبعا في غايه مصارين جدا. هو يعني ما اعرفش، انا حاسس ان في حد بيزيد الاشتعال اكتر، يعني هم مصارين جدا، بس طبعا هم مهتمين بنقل الاصابات، لان في اصابات كتير جدا بتتنقل. واضح ان المستشفى مش قادره تستوعب الكم الهائل من الاصابات. لغايه دلوقتي برضه في حركه سيارات اسعاف، يعني لغايه دلوقتي في نقل للضحايا. طبعا قدامي بالظبط 3 سيارتين اسعاف، واحده قدام باب المستشفى على طول، تمام، والثانيه واقفه في الشارع بره، لانه طبعا باب المستشفى ما يستوعبش الكلام ده كله. والامن طبعا محاصر المكان كله. الحقيقه الواحد حزين جدا ان يشوف منظر زي ده، انا حزين جدا، انا كمسلم حزين جدا، واكيد ده احنا مش لا يمكن المسلمين يعملوا كده، دي ناس دخيله علينا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم يعني. طبعا يعني